بعد ما خلصناه وحشيناه معاكم بالمنظر الجميل ده. طعمه في منتهى الجمال وطري جدا جدا معانا اهو ما شاء الله، حلو جدا جدا وطري. الياباني، البانكيك الياباني بيتحط له بيضتين بس انتوا طبعا عارفين ان البيض البلدي بيبقى البيضه بتاعته صغيره، فحطيت معاكم 3 بيضات بلدي. بعد ما ضربنا البيضتين حلو جدا بالمضرب، هنحط المكونات معاكم: معلقتين سكر بودره، معلقه عسل نحل، وذره فانيليا. نحط معاكم المقادير ما شاء الله. ادي معلقه السكر بودره، ادي معلقه العسل النحل، يعني معلقه تانية بتاعت السكر بودره، وادي ذره الفانيليا. نحط المكونات دي كده كلها مع بعض وهنضرب مع بعض المكونات دي كلها ما شاء الله كده. نضرب كويس جدا كده السكر مع معلقه العسل النحل مع ذره الفانيليا. نضرب المكونات كده جامد كده ده، نضرب جامد عشان المكونات كلها تختلط مع بعض. لازم السكر يدوب كويس جدا مع السكر، البيض يدوب كويس جدا مع السكر، ذرة الفانيليا ومعلقة العسل النحل. نضرب المكونات دي كلها كده لما كله يتجانس مع بعض. بعد ما قلبنا كويس جدا البيض مع السكر مع معلقة العسل، هنحط معاكم كوباية الا ربع دقيق ان شاء الله، كوباية الا ربع. هنحط معاكم معلقة بيكنج باودر، ان شاء الله. هنضيف لها معلقة مية، قلب حلو قوي. هنحط لها معلقة مية، نقلب المكونات دي كلها كده. بعد ما عملنا القوام الحلو بتاع الدقيق بقى بالمنظر القوام الحلو الجميل ده، يلا بقى بينا دلوقتي على المقلايه. دهنا المقلايه زيت اهي ما شاء الله. هنعمل معاكم كده مش هنقلبها خالص لما الوش اللي تحت يحمر. هنسيبها شويه كده. مش هنقلبها خالص لما الوش اللي تحت يحمر. هنقلبها معاكم بالمنظر ده كده ان شاء الله. لونها حلو جدا، ما تقلبهاش لما لازم اللون بتاعها يحمر كده معاكي من تحت. سيبها كده شويه. خلصنا الكميه كلها البان كيك بالمنظر ده. ادي الشوكولاته دي انا عاملاها في البيت، كاكاو سكر بودره وشويه زيت نضيف وضربهم في الخلاط وربع فنجان لبن. دي الشوكولاته دي انا عاملاها في البيت، انا مش جايبه شوكولاته جاهزه. القوام بتاعها حلو جدا اهي ما شاء الله. هنحشي بقى معاكم البان كيك. الكميه كلها ما شاء الله اللي احنا عملناها وجميله، هنحطها معاكم بالمنظر ده كده. هنحشي معاكم البان كيك كده
بالمنظر ده كده. هنحطه كده في النص. هقطعها بقى معاكم بالسكينه كده. حلو قوي قوي قوي، يا ريت تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم جدا. البان كيك حلو جدا. جربوها، البان كيك الطري جميل، طعم حلو قوي، وعيالكم هتحبوه جدا. خلصناه وحشيناه معاكم بالمنظر الجميل ده، طعمه في منتهى الجمال وطري جدا جدا معانا اهو، ما شاء الله، حلو جدا جدا وطري. ورحمة الله وبركاته.